عاجل رئيس الاتحاد الإجواري يتحدى الكاف ويمنح محرز هذه الجائزة. شاهد المفاجأة، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت محب للنجم الجزائري رياض محرز اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد أن وصل المنتخب الجزائري إلى كوتيفار واستقبل رئيس الاتحاد الإجواري لكرة القدم بعثة المنتخب الجزائري، وكان معه أساطير كوتيفار لكرة القدم وعلى رأسهم دروجبا ويالا توريه. وقد منحوا النجم الجزائري رياض محرز وسام الشرف والاستحقاق الإجواري، وهذا أعلى وسام في كوتيفار. وأدلى دروجبا بتصريحات هامة إلى صحيفة أبيجان وقال: الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام، فهو بالأرقام قدم مع مانشستر سيتي موسم استثنائي، وساهم بشكل كبير في فوز مانشستر سيتي ب30 مباراة، وصنع أكثر من 35 هدف على مستوى البريمير ليج ودوري أبطال أوروبا. فأين العدالة في جوائز الكاف؟ فالكاف استبعد اتحاد العاصمة الجزائري من كل الجوائز، واستبعد كل نجوم الجزائر، وهذا بسبب الفساد الكبير الذي ينهش في جسد الكاف. فمحرز يقدم موسم استثنائي مع الأهلي السعودي هذا العام، فهو نجم في كل الفرق التي يلعب لها. وفي النهاية لو أنت داعم ومحب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.